أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. كل سنة وانتم سالمين، وان شاء الله الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، وان شاء الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. هذا الفيديو رح يكون افطار اول يوم برمضان. رح ساوي فروج ببطاطا، ورح شارك معكم لأول مرة على القناة طريقتي بتتبيلة الفروج وتتبيلة البطاطا. بس قبل ما نبلش، اذا كنتوا جديد على القناه لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الاشعارات على الكل، تحطوا لي لايك للفيديو وتشيروه. الله يسعدكم. رح نجي للمكونات او البهارات التوابل اللي بدي احطها لبهر فيها الفروج. اول شي هلا انا اول شي ببهر الفروج مشان اتركه لبين ما اقشر البطاطا وقطعه وبهره، فبيكون شوي تشرب يعني. واذا قدرتوا تعملوه قبل بوقت، يعني مثلا قبل بساعه، قبل بساعتين، او قبل بيوم، يعني بيكون افضل، وتحفظوه يعني بالفريزر. بعدين بتستخدموها، بتطلع التبلة كتير كتير كويسة، والفروج والبطاطا كمان كتير بيتشربوا منيح. وهلا انا اول شي للبهارات بدي احط كمون، بصير مطحون وبصير ما مطحون، ما رح كتر كتير. ورح احط كمان بهارات كبسة وبهارات شاورما، ورح احط درة ملح الليمون. انا بحب هيك يعطي، انا وجوزي بحب الفروج والبطاطا تعطي شوية صغيرة لدعة حامض. ما بعرف، نحن كتير بنعشق الحامض، لهيك يعني بتلاقوا اغلب اكلاتي بحط لها انا. فالناس اللي ما متعودة على الحامض، او مثلا ما بتحب الحامض، فينكم تستغنوا عنه. وكمان رح احط انا فلفله مطحونه، ورح احط كمان توم، اللي شاركته معكم بالفيديو على القناه. توم البودرة رح احط معلقه صغيره، ما رح كتر لانه مثل ما حكيت لكم طعمته كتير قويه. ورح احط كمان كزبره، ورح احط شويه من الزنجبيل، ورح احط كمان شوية ملح، ما رح كتر لأنه في بعض من التوابل بيجي معاه ملح. وكمان رح احط معلقة دبس بندورة كبيرة. كمان أنا الدبس اللي عندي شوي يعني عم لوحة جاي، فما بكتر أنا كتير ملح وقت اللي بدي استخدم الدبس. أما الدبس اللي بيجي بالمعلبات هذا بيجي ملحه قليل، يعني مو ظاهر فيه الملح، فبتكون تضيفوا له ملح، يعني ملح نظامي على الأكل. هلا انا بالعاده ببلش على تجهيز الافطار من اذان العصر، او مثلا بعد اذان العصر بساعه. بس السنه بحكم انه عندي قناه وعم صور، فحاولت انه بلش مع اذان العصر، ومع هيك ما قدرت الحق. بتصدقوا؟ لانه ما بعرف اذا عم تنتبهوا علي التصوير، انا لحالي عم صور. انا بالعاده يعني بستخدم ستاند التصوير، بس انكسر من تقريبا يومين ثلاثه، انكسر عندي وما عم بقدر بصور. وكتير عم بتضايق بالتصوير وقت اللي بصور مثلا انا بايد وبشتغل بالايد الثانيه، لانه ما عندي حدا يساعدني. فكتير عم بتضايق. اكيد يعني مبين هالشي معكم على الكاميرا انه في تغير بالتصوير، فتحملوني هيك شوية صغيرة، ومعلش يعني ابلعوها هالمرة. بس لبين ما وصلت على ستاند، ووصلت على كم غرض كمان، بس لبين ما توصلني الطلبية ان شاء الله رح صور يعني منيح ان شاء الله. مثل ما حكيت لكم، بما انه عم صور بايد وبطبخ بايد، فما قدرت انه اصور كل اللقطات. فبعتذر يعني عن جد منكم. ان شاء الله يعني هيك رح احاول، بس اجاني الستاند ان شاء الله رح اصور لكم يعني بطريقة اروع ان شاء الله. وحتى يمكن كمان غطى عنكم تقريبا شهر اسبوع، فاذا سحبت عنكم لا تنسوني. وان شاء الله يعني هيك القناه ما تنزل. بتمنى تضلوا هيك اني عم تشاهدوا الفيديوهات، بس لبين عندي هيك ظرف. ابني مريض، فمبين يعني انه عم بحكي ابني بارك بحضني، ما عم يتحرك ابدا من حضني، فمريض. ان شاء الله بركي من هون لاسبوع ان شاء الله بيطيب، وان شاء الله بنرجع يعني هيك بنصور بشكل يومي مشان نصور البرنامج الرمضاني ان شاء الله كل حلقه بحلقتها. وهلأ مثل ما شفتوا بعد ما تبلت الفروج وقطعت البطاطا بالطريقة يعني اللي انتوا بتحبوها، ما ضروري تتقيدوا بنفس طريقتي. كمان بهرتها بنفس التتبيلة اللي تبلت فيها الفروج، كمان نفس البهارات يعني. وبعدين جبت انا هذا الجاط البيركس، هذا جايبته انا جديد، وعلى اساس بدي صوره يعني فرجيكم اياه. فنسيته، كنت حاطته بالفرن ونسيته. فجبت اثنين، واحد كبير وواحد بيجي اصغر منه.
فقلت يعني صار لازم بقى اجربه. انا تركته كنت لرمضان، قلت بجربه اول مره هيك على اكله طيبه ان شاء الله برمضان. بس انا وعم ساويه كنت كتير اكله هم انه ما يطلع اصلي ويطق على الحراره، لانه انا صراحه نزلت على البازار عنه وجبته من البازار. فانا هيك شغلات ما بعتمدها كتير من البازار، لانه بحس يعني ما بتجي كتير مضمونه مثل المحلات. فقلت يعني لانه لقيته بسعر يعني رخيص، استرخصت مثل ما بيقولوا يعني. جبته ب175 ليرة، بالمحلات وبرا 270 275 ل80 ليرة هي شي تقريبا. فقلت بجيبه وبجربه، والحمد لله يعني ألف حمد وشكر إنه طلع على أصلي الحمد لله، وما طق ولا شعر ولا صار له شي أبدا الحمد لله. يعني كنت مثل ما قلت لكم كنت كتير كتير أكله هم إنه ما يبرك يطق وتخرب الطبخة معي، فالدنيا صيام يعني شو بدنا ناكل ما بعرف. وهلا بعد ما سكبت البطاطا بالجاط الكبير، فطلع الكمية عندي كبيرة يعني ما بتكفيه، فقلت بقسمها على الجاطين وبعمل انه صينيتين. الحمد لله على نعم الله. سويتها وطبقتها كتير منيح، وحميت الفرن وحطيتها وعيرت تقريبا شغلة ساعة. كانت مستوية عندي، وطلع الفروج منحنح نحنح. الله وكيلكم كتير كتير. وحتى الطعمة كتير طلعت طيبة بالفرن. أنا بالعادة بساويه بالطنجرة، إنه مثل بطبخها كلها مع بعضها، أو مثلا بصينية الفرن بطبقها بس بحطها على الغاز يعني ما بحطها بالفرن. هاي أول مرة بجرب إنه الفرن، مع إنه له عندي زمان الفرن، بس ولا مرة ما خطر لي إنه ساوي الفروج ببطاطا بقلب الفرن. وقلت بالأثناء هو وعم ينطبخ بقلب الفرن، قلت بجهز السفرة، شوف شو بدي حط، خضرة وسلطة وهي الشغلات. أهم شي يا صبايا بما أنه دين الصيام والناس صايمين، فما تنسوا تكتروا من أكل الخضروات. أي شي مثلا بقدونس، نعناع، خس، بصل، أي شي من أنواع الخضرة كتروا منه، لأنه الجسم كتير بيكون محتاج بهاي الأوقات يعني الفوائد اللي بتجي بقلب الخضرة. وانا من الناس اللي ما بستغنى ابدا 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 عن السلطه. بساوي السلطة، وأول شي بناكل بالسلطة لأنه بتكون المعدة كامشة يعني وهيك وما متقبلة يعني ننزل بالدسم والزفر والأكلات التقيلة يعني دوري. فأول شي إنه بناكل قيمتين من السلطة، بعدين خلص إنه بنبلش. وكمان التمر وجبة أساسية يعني، هي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لازم ناكل مثلا تمر. ما وجد تمر حليب مثلا، أو مثلا إنه ما وجد حليب يمكن بيقولوا لبن ما بعرف. وإذا يعني ما وجد شي فكاسة المي. المهم ما تنزلوا الأكل على معدة فاضية. وهلا هيك بعد ما استوى عندي الفروج مثل ما شفتوا، صارت طبختي جاهزة الحمد لله. وهلا هيك بعد ما طبقت السفرة وصرنا جاهزين. هلا هيك بيكون الفيديو انتهى معنا اليوم. ان شاء الله تكونوا هيك استمتعتوا معي، وبتمنى من رب العالمين انه هيك يكون صيامكم مقبولا وافطاركم شهيا ان شاء الله. استودعكم عند رب العباد، وان شاء الله ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. لا تنسوني من دعواتكم الحلوة، وصوروا لي افطاركم ونزلوا لي اياه على حسابي على الانستا، بتشوفوه بصندوق الوصف ان شاء الله.